تعالوا نسمي بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبي وشفيع رسول الله، ونعمل مع بعض أجمل عيش أبيض شامي بطريقة حلوة جدا جدا. كمان كل الأسرار أو كل أسرار نجاح العيش هقولها لك في الفيديو ده. وزي ما انتم شايفين النتيجة حاجة كده روعة، والطعم في حتة تانية خالص. العيش بتاعنا كله زي ما انتم شايفين، بصوا بيتفتح معانا من النص، والطعم جميل جدا وطري، بجد حلو جدا. اول حاجه معانا كيلو دقيق، ولازم ننخلوه كويس جدا. معانا باكت خميره كامل اللي هو ما يعادل معلقه ونص، ومعلقه صغيره ملح اللي هي معلقه الشاي اللي بقلب بيها الشاي، ومعلقتين كبار من اللي بناكل بيهم سكر. تمام. وهننزل من 3 ل4 معالق زيت. ادي 1 2 3 4، يبقى سكر ملح زيت وخميره. ونبتدي كده نفرك الزيت مع الدقيق، او ندمج الزيت مع الدقيق مع الزيت بالشكل ده. نغلف كده الدقيق بالزيت، ومحضرين 3 كوبايات ميه دافيه جنبنا عشان العجن. تمام. هننزل بالميه كده واحده واحده، ونبتدي نقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. الميكس الدقيق مع السكر مع الملح مع الخميره مع الزيت مع الميه بالشكل ده، وننزل بالميه واحده واحده. يبقى اهم حاجه في عجينه العيش ان احنا ننخل الدقيق، ونبتدي ان احنا ندخل فيه هوا كده زي ما عملنا في اول الفيديو. معانا كده بقيت 3 كوبايات الميه، ونزلنا بالميه واحده واحده. طبعا اي كيلو دقيق بياخد 3 كوبايات سوائل، سواء السوائل دي كانت كلها ميه او ميه ولبن او ميه ولبن وبيض او بيض وسمنه، يعني 3 كوبايات. تمام. 3 كوبايات مظبوطين هتلاقوا الكيلو دقيق بياخد. بعد ما عجننا العجينه كده بالشكل دوت، انا هروح اغسل ايدي. هسيب العجينه بتاعتي زي ما هي كده، واروح اغسل ايدي وانشفها. تكون العجينه كده من دقيقه لدقيقتين تكون ارتاحت. ودي برضو من الحاجات، من تاني حاجه من الحاجات اللي بتخلي العجينه حلوه جدا معانا، وتساعدنا ان وقت العجن يقل، ما ناخدش وقت طويل في عجن العجينه، وتلاقوا العجينه بسرعه لمت معاكي وبقت تحفه. تمام. عجنتها طبعا العجن على الترابيزه او على الرخامه بالشكل ده افضل بكتير من لما تعجني في طبق، عشان خاطر ضغط ايديكي على في طبق العجين في مكان واحد بيتعب رقبتك وبيتعب ايديكي، بيتعب دراعك من فوق. فالافضل ليكي ان انت تعجني بالشكل دوت. سبت العجينه لتاني مره، ورحت غسلت ايدي تاني، ورجعت للعجينه بعد دقيقه او دقيقتين. هتلاقوا العجينه بقت، بصوا، لمت وبقت جميله جدا جدا جدا. في عجينه الفطير او العيش نفس نمط العجن ده انا بستخدمه، ان انت تريحي العجينه وترجعي لها تاني تكملي عجن. بتريحي ايديكي وبتريحي العجينه وبتاخدي نتيجه حلوه جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا قولوا لي بتتابعوني منين، وما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه ومشاركه يا اجمل متابعين في الدنيا. بصوا العجينه بتاعتنا كده بقت تمام. هنجيبوا الطبق العجين اللي احنا اشتغلنا فيه، ونبتدي ان احنا نحط العجينه بتاعتنا ونسيبها في مكان تخمر. طب بالنسبه للتخمير، لو احنا في الشتاء طبعا تجيبي حله اكبر او طبق اكبر من الطبق ده اهو زي ما انتم شايفين، وفي ميه سخنه. تمام. بصوا البخار طالع من الميه زي ما انتم شايفين. وابتدي ان انا احط طبق، وابتدي ان انا احط طبق العجين بتاعي، واغطي طبق العجين بتاعي كويس جدا هنا عشان اسرع عمليه التخمير واخلص بسرعه. يا اما بشغل البوتاجاز واطفيه وادخل طبق العجين، هيخمر معانا برضو بسرعه. يبقى احنا كده دي طرق التخمير السريعه للعيش. بنبتدي ان احنا بعد ما العيش اختمر معانا بنقطعوه زي ما انتم شايفين بالشكل ده، حسب ما انتوا عايزين حجم الرغيف، صغير بقى او عايزينه كبير او عايزينه وسط، زي ما انتوا حابين تقطعوا العيش قطعوه. تمام. زي ما انتوا شايفين انا قطعت كيلو دقيق ل 16 رغيف، تقدروا تقللوا تكتروا زي ما انتوا حابين. وهغطي، اهم حاجه العجينه عندك تكون متغطيه، ده الافضل طبعا. هنبتدي كده نرش بقى الدقيق، ونبتدي ناخده اول قطعه احنا قطعناها، نبتدي بقى ان احنا نفردها بالشكل ده، لان احنا هنسيب العيش للمره التانيه يختمر. تمام. هبتدي كده انا افرد واقلب الرغيف كده، اظبط الدايره بتاعتي او شكل الرغيف بتاعي، نظبطه كده كويس. وبعد كده هنكون زي ما انتم شايفين انا حاطه هناك ملايه بدل الدقيق. يا اما هتفرجي رشه دقيق كده وتحطي عليها العيش بتاعك عشان ما يلزقش في الرخامه او في المكان اللي انت هتخمري عليه. فيفضل انت لو استخدمتي اي ملايه عندك في البيت او اي قطعه قماش مش هيجرى لها اي حاجه. العيش بتاعنا ما فيهوش دقيق، السمك زي ما انتم شايفين. هبتدي ارص العيش بتاعي على الملايه دي او القماشه دي زي ما انتم شايفين. طبعا لو في حد عندك يساعدك يفرد لك نص فرده وانت تكملي هيكون افضل طبعا. هتنجزي بسرعه، هتعملي كميه كبيره في وقت قليل. زي ما انتم شايفين ابتديت احط 3 رغيفه كده عشان انجز
في الوقت معايا، وبعت يعني خليت مسافة ما بين كل رغيف والتاني، ورشيت رشة دقيق تحت، رشة دقيق فوق، وابتدي انا كده بقى بالمردانة الكبيرة او بالفرادة الصغيرة دي زي ما انتم شايفين هتنجز معانا بسرعة. ورصيت كمية العيش بتاعتي، وكمان لازم اغطيها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلصنا اهو كمية حلوة جدا جدا من العيش وانا مغطياها، وهبدأ باول رغيف انا فردته. هجيب الطاسة بتاعتي، تقدروا بقى تستخدموا 3 4 طاسات او في فرن البوتاجاز في الصاج الكبير، وابتدي اول ما العيش يتشمع معايا هبتدي ان انا على طول اقلبه بالشكل دوت. زي ما انتم شايفين ما بياخدش معانا بالظبط دقيقة واحدة، بيكون رغيف العيش هو بالشكل ده استوى. حابة تطلعيه بالشكل ده ابيض، ده العيش الابيض بتاعنا الشامي الجميل. حابة تحمريه سنة كده تديله لون بسيط، او تحميرة بسيطة بالشكل ده زي ما يريحك. المهم ان هو بعد ما بيقب معانا كده تكوني متأكدة ان هو استوى معانا كويس من جوه. درجة حرارة الطاسة بتاعتنا أو درجة حرارة البوتاجاز بتكون عالية عادي، مفيش مشاكل في حاجة خالص، أو واطية مفيش مشكلة، يعني زي ما انت حابة. بس هو طبعا مفيش مشكلة لو عالية أو واطية، مش بتأثر في تسوية العيش بتاعنا. وأنا بحمره اهو زي ما انتم شايفين، وبحركه من الناحية للتانية، لأن ممكن توزيع الحرارة في الطاسة اللي انت أو الجريل أو الفرن ممكن تكون مش مظبوطة، فلازم تتأكدي تقلبي العيش كده يمين شمال، تتأكدي ان هو اتحمر منين عشان ما يتحرقش من مكان ومكان لأ. تمام. فدي برضو من الحاجات المهمة في التسوية للعيش الشامي. بصوا بقى العيش كله ما شاء الله انتفخ معانا، وده بسبب ان احنا نخلنا الدقيق كويس، واحنا حاطين المادة الدهنية رفعنا كده دخلنا هوا في العيش بتاعنا، وعملنا اجمل عيش شامي. عايزه اقول لكم طعمه طبعا مختلف عن بره تماما تماما. بره بيخلي سمك الرغيف رفيع جدا لدرجة ان انت بتحسي ان العيش جلد كده مش ملوش طعم. في البيت بيبقى العيش كده سمكه حلو، تقدري تتحكمي في السمك، وبيبقى ليه طعم اقسم بالله حلو جدا. انا كنت حاسه ان انا عجنه العيش بلبن، انا ما عجنتش بلبن وما استخدمتش لبن، مع ان تقدروا تحطوا لبن بودره على فكره، وتقدروا تستخدموا لبن في العجن. بس انا كان العيش ده بالنسبه لي اقتصادي، يعني دقيق وملح وسكر والخميره واربع معالق زيت فقط لا غير لكيلو الدقيق. عملنا اجمل عيش طعمه بجد حلو جدا جدا. هتدعوا لي جربوا الطريقه. بناخدوا الرغيف بصوا زي ما انتم شايفين، ده اخر رغيف معايا على ما اعتقد، بنحطه كده على وشه، يعني الوش بتاع العيش اللي كان محطوط عليه بتقلبيه، هو بيبقى هو اللي في ارضيه الطاسه. بصوا بقى الجمال، والتسويه سهله جدا، لو معاكي طاستين ثلاثه هتنجزي كميه كبيره في وقت قليل. او لو صاج الفرن طلعتيه وحطيتيه فوق على البوتاجاز، او لو شغلتي الفرن هتسوي برضو العيش في منتهى السهوله، ويبقى معاكي العيش بقى النتيجه بالشكل ده. حاجه كده روعه ما شاء الله، كميه جميله، طعم اجمل بكتير. صدقيني هتحسي ان انت عجناه بلبن من طعم العيش الجميل والدقيق النضيف اللي انت مستخدماه. الله اعلم بره الدنيا عامله ازاي. كل ما قدرتي عملتي حاجتك في البيت كان افضل ليكي بكتير بكتير، وافضل لاولادك. بصوا النتيجه، العيش بصوا ما شاء الله، رغيف العيش كده مالي مركزه كده وجميل، مش رفيع جدا وتحسوا ان هو مجلد، لا طري جميل، حجمه حلو، وزنه جميل جدا جدا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا. لو في اي حاجه انا نسيتها ابعتوا لي في الكومنتات. لو حابين تستفسروا عن اي حاجه انا تحت امركم. ويلا ننهي الفيديو بتاعنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير ومشاركه الفيديو وتعليق جميل يا اجمل اخوات. تحفظوا بقى العيش ده، معلش قبل ما امشي، تحفظوا العيش ده ازاي؟ في كيس تلاجة كده، ترصوا العيش فوق بعضه سريعا، ما تسيبوش كتير في الهواء. العيش لازم يتلم بسرعة ويتحط في كيس وتحفظوه في التلاجة. التسخين بتاعه بيبقى في الميكروويف او على براد مية او على الكتل، يعني على البخار بيكون افضل بكتير، ما يتحطش مباشرة على النار عشان ما ينشفش منك او يديكي نتيجة مش حلوة.